لو بتسحر يا شيخ والأذان أذن أكمل عادي ولا يبقى كده فطرت؟ سؤال كويس جدا يا جماعة. دلوقتي أنا بتسحر والأذان أذن، أعمل إيه؟ قبل ما أقولك تعمل إيه عايز أقولك اللي أنت ليه بتاجي تتسحر قبل الفجر بحاجات بسيطة يا عم. الفجر عندك يا عم مثلا بيأذن الساعة 5، 5 إلا ربع، اتسحر أنت مثلا 3 ونص، اتسحر الساعة 3. ما تجيش قبل الفجر في الحاجة البسيطة وتروح متسحر وتاكل وتكروت الأكل. اصحى براحتك وكل يا عم قبل الفجر بساعة ولا حاجة. ليه تأخر نفسك؟ ده الأمر الأول. الأمر التاني دلوقتي أنا بتسحر والأذان أذن، تيقنت اللي هو الأذان، وأنا دلوقتي في بقي شيء، في بقي مية مثلا، في بقي أكل. العلماء قالوا، في علماء قالوا تمام، ومنهم الشيخ مصطفى العدوي قال ان انت لو بقك مثلا اكل بسيط والاذان اذن تمام والاكل في جوفك خلاص تبلعه تمام. وفي علماء قالوا لا ما تبلعوش تمام. وانا يا جماعه صراحه انا مع ان احنا في صيام فرض، وشهر رمضان ما بيجيش الا مره واحده. يعني انا دلوقتي لو الاذان اذن وفي ميه شربتها او لسه خلاص احطها وهشرب، او في لقمه ببقي، ايه الافضل ان انا اعمل ايه؟ ان انا ادفلها دي، يعني ولا هتزودني ولا هتنقصني. يبقى الافضل يا جماعه والصح الصحيح ان شاء الله ان انا لو الاذان اذن خلاص انا دلوقتي بشرب ميه، باكل حاجه، الاذان سمعت بيقول الله اكبر، يبقى كده اعلان بدخول الوقت، يبقى كده هتمسك عن الاكل والشرب. الله اكبر تروح عامل ايه؟ تروح منزل الكوبايه، في ايدك اكل تروح خلاص شايل الاكل. لكن الاذان يقول الله اكبر وتقول لي هستنى لحد التشهد وانت عمال تاكل وعمال تشرب كده، يبقى انت افطرت. عارف ان الاذان بيأذن وعمال شغال تاكل يقول لك لحد التشهد، مفيش الكلام ده يا جماعه. الاذان قال الله اكبر يبقى كده اعلان بدخول الوقت ان انت تمسك عن الاكل والشرب واي حاجه مفطره. خلاص يا جماعه، يبقى انا كده الملخص، لو في ميه اكل شرب اي حاجه وبتسحر والاذان اذن امتنع تماما، حتى لو في حاجه بسيطه في بقي، حاجه بقى بسيطه او مش بسيطه، اروح مرجعها مكانها عشان احفظ صيامي وما ادخلش في خلاف ولا ادخل في شبهه ولا ادخل في اي شيء. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.